تعالى نشوف ازاي نحركها تحول لكرات ثلاثيه الابعاد. عايزين نضيف لها كمان افكت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في قناه يونو ميديا مع محمد العاص. انا بنزل كل يوم 3 فيديو جديد بتكلم فيه عن التاثيرات في الافتر افكت، وبحاول على قد ما اقدر اتكلم عن الافكتات المهمه اللي مفيش حد بيشرحهم، والشرح بيكون بطريقه مختلفه ومبسطه جدا. هتلاقي هنا بلاي ليست فيها افكتات كتير مفيده. لو استفدت منهم ما تنساش تعمل كومنت ولايك وشير وسبسكرايب عشان ده بيشجعني، وكمان عشان تشوف كل جديد. شكرا جدا ليكم، يلا نبدا فيديو جديد. خلينا نفتح اول حاجه كومبوزيشن. عايزين نخلي مدته قصيره، خليها 10 ثواني كفايه. وبعدين ننزل الفيديو اللي احنا هنشتغل عليه. تمام. بعدين نعمل سيرش عن الافكت اسمه سي سي بول اكشن. تمام. خلاص جبنا الافكت. عايزين ننزل اللاير اللي هنحط عليها الافكت بقى. ماشي. عايزين نخلي لونها قريب من لون الفيديو اللي ورا. ماشي. وبعدين نبدأ نظهرها تاني. بعدين نحط عليها الافكت. ماشي. نبدأ بقى ايه، نشوف ايه اللي ممكن يحصل. اولا ده الافكت اللي بيخلي اللير تتحول لكرات ثلاثية الابعاد كده بالشكل اللي انت شايفه دلوقتي. تمام. طبعا في كذا اوبشن وكذا حاجة ممكن نجربها كلها. تمام. بس خلينا نشوف مثلا دي بتعمل ايه. دي بتخلي الحاجة اكن الكور بتدور حوالين بعضها. ودي بتكبر الكور وتصغرها. تمام زي ما انت شايف. تصغرها تاني. تمام. وعندك ايه تاني. دي خلاص عرفنا بكبر الكورس. خلينا نرجعها زي ما هي. خلينا نرجعها زي ما هي. تمام. دي كمان بتعمل ايه، تحرك عشوائي للكور كده بشكل عشوائي مش بشكل منتظم. التانية كانت بشكل منتظم في شكل دائري. تمام. خلينا نرجع دي زي ما هي كمان. و... وهنبدأ نخلي دي 20. بعدين هنعمل كي فريم بقى عشان نحرك الحاجة ونوريك ازاي ممكن تحركها. تمام. تعال نشوف ازاي نحركها. بعدين هنعمل كي فريم وبعدين نعمل يو على اللاير عشان نظهر الكي فريم. ونعمل كي فريم مثلا عند الثانية 9، أو تتحرك بشكل عشوائي لمدة 9 ثواني. زي ما انت شايف شكلها جامد جدا. عايزين نضيف لها كمان افكت. خلينا نضيف لها الجلو عشان تبقى منورة كده ويبقى شكلها لايق على المشهد. ماشي. عايزينها تبقى منورة بشكل ذهبي كده شوية أو أصفر. أيوة بالظبط كده. تمام. بس كده. خلينا بقى نشوف ايه ازاي بتتحرك بقى. زي ما انت شايف شكلها بقى جامد جدا جدا يعني بصراحة. وممكن تنفع على حاجات كتيرة مش دي بس، يعني ممكن انت على حسب بقى كل واحد واستخدامه ممكن يستخدمها في ايه. شكلها جامد جدا بصراحة. يعني اعتقد هيبقى شكلها احسن شوية لو قللنا الاوبستي. ده الافكت بتاع النهاردة واتمنى يكون الافكت عجبك. اتمنى ان انت تكون استفدت. المفروض من النهارده كان هينزل فيديو عن التكست. الفيديو ده انا بحضر فيه من الاسبوع اللي فات، هيبقى فيه 25 افكت عن التكست بس وعن تحريك التكست بس، حاجات احترافيه جدا 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 بدون استخدام اي بلوك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الزغاريط والفرحة التي يتسبب فيها دائما باور فاميلي. ستوب يا ابني، تعالي بقى عشان انا سكت لك. ايوه وانت هبله. لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب، سؤال صعب، سؤال يرى